السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. يا درا كيكه تاع اليوم كيكه صحيه بامتياز، ما فيها لا سكر لا زيت ولا حتى فرينه. شوفوا القوام تاعها كي داير، وحتى المذاق تاعها ما تامنوش عقلكم. الصراحه هذه الكيكه تفوز عليهم كامل. يلا نبداو الوصفه تاعنا. عندنا كاس حليب و500 غرام تاع التمر. انا استعملت تاع الغرس، نتوما تقدروا تستعملوا تاع الميزان. شوالا لازم توزنوا قبل بعد ما تنزعوا له النواه تاعو. 500 غرام يعني نص كيلو. نديرهم على نار هاديه مع الخلط المستمر حتى يولوا في داك القوام. بعدها نروحوا نكملوا بالبراميكسر، نرحيوهم مليح حتى لين تحصلوا على عجينه تمر اطريه. نخلوها على جهه تبرد ونروحوا نجيبوا اللوز تاعنا. انا استعملت كاس لوز ونص كاس جوز. نقدروا نستغناو على اللوز والجوز ونعوضوهم بالكاوكاو ولا بالشوفان، ولازم نطحنوهم ايضا سواء كان كاوكاو ولا الشوفان. نطحنوهم مليح نخلوهم على جهه ونروحوا نجيبوا البيض تاعنا. نحتاجو ربع حبات بيض، نضيفوا لهم لافاني ونخلطوهم بالباتور. نقدروا نستعملوا غير الفوي. نطلعوا البيض تاعنا مليح مليح، وبعدها نروحوا نضيفوا له عجينه التمر وطاحين اللوز اللي وجدناهم مع بعضهم. انا كنت زدت ضفت ليكستري نتاع العسل. ذوق العسل راح يعطينا ريحه وذوق خفيف مليح، يعني نقدروا نستعملوه ونقدروا نستغناو عليه. المهم نضيفوا المكونات تاعنا ونخلطوهم مليح بالباتور، وبعدها نروحو نضيفو ليكستري نتاع العسل. يعطينا جو خفيف وريحه شابه مع التمر تاعنا، يعني قادرين نديروه وقادرين نستغناو عليه. نزيدو نخلطو. بعدها نروحو نضيفو كيسين من خميره الحلويات، كل كيس يوزن 10 غرامات. ونزيدو نخلطو غير بالفوي حتى يمتزج الخليط تاعنا. ونجيبو المول اللي رايحين نخدمو فيه، ولازم نديرو له ورق الطبخ. نحطوا الخليط تاعنا في المول ونملسوا له الوجه تاعو. كما شفتوا انا حطيت السباتيول في الماء وزدت زينت هذاك الوجه تاعو باش يجينا وجه شباب، وزدت حطيت له مكسرات من الفوقه هكا يعطينا ايضا اضافه نتاع جو. هذه المكسرات قد ما ديروا قد ما تجي كيكه تاعكم شابه ولذيذه. انا قطعتها ويا هكا حاميه، تنتكل هكا اصلا هي دافيه. طيبوها على نار مهيله، نقصوا لها النار ونتحصلوا على هذه النتيجه. انا ما نطيقش نعطيكم، قلت لكم يعني فور تاعي داري ساعه، اللي يكون فور تاعها صغير يدي لها وقت اقل. وهذه هي النتيجه. كيكه شوفوا، ذوق ريحه بنه وفوق هذا الشيء كامل صحيه. توالم بزاف هذا فصل الشتاء فصل الخريف. شوفوا كيفاش دايره القوام تاعها، ما رايحينش تندموا عليها. واصلا اكيد اكيد ومتاكده رايحين تعتمدوها كيما انا صيتها اول مره وراني نعاود فيها المره الزوجه. غدوه من داك زدت عاودتها لانها كملت. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم. مع السلامه.